احتفالات المولد النبوي الشريف في التاريخ الإسلامي كان ليها خبايا وأسرار كتير جدا وأثر كبير على هذا الاحتفال وعلى هذا اليوم، وكان لابد أن نتتبع هذه الأسرار والخفايا ومتى بدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أي عصر من العصور الإسلامية تحديدا، من صاحب هذه الفكرة أو كيف جاءت فكرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ده هيكون موضوع فقرتنا النهارده مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى يونس الباحث في التاريخ. دكتور مصطفى أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة والمشاهدين جميعا بخير وصحة وسعادة. خبايا وأسرار هذا الاحتفال في العصور الإسلامية، نقدر نقول إن هو بدأ من أنهي عصر تحديدا؟ هل من العصر الفاطمي، من العصر المماليك، أو ما قبل ذلك؟ يعني البداية كانت فين؟ بداية كل عام والمسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض بخير وسلام وصحة وسعادة وأمن وأمان بهذه المناسبة وهذه الذكرى السعيدة. وشرف لي كباحث في التاريخ أن أتحدث عن هذه الذكرى السعيدة، وأن أتحدث عن احتفالات المصريين واحتفالات العالم العربي والإسلامي بهذه المناسبة الجميلة الجليلة العظيمة المحببة إلى قلب كل مسلم. بداية الاحتفالات عندنا هنا كمصريين معروفة في الحضارة المصرية القديمة. احنا شعب نحب نحتفل ونحب نتبسط في مواسمنا وفي أعيادنا. وكان للمصريين قبل الإسلام أعيادا يحتفلون بها حكى عنها التاريخ وحكت عنها المصادر. وعندما جاء الإسلام احتفل المسلمون بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم في القرون الأولى للإسلام لم يكن هناك من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المسلمون دائما على الصراط المستقيم زي ما بيقولوا، دائما ماشيين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من سنن وشرائع. ثم عندما جاء الفاطميون إلى مصر أرادوا أن يقربوا الشعب المصري إليهم، وكما يقول المؤرخ الكبير حافظ بدوي أنه درس الفاطميون المصريون جيدا وعرفوا تدينهم وأرادوا أن يعني يتماشوا مع هذه ما في نفوس المصريين، فجاءوا بهذه الاحتفالات. المؤرخين المعاصرين للدولة الفاطمية بيقولوا إن الفاطميين كانوا بيحتفلوا بأكثر من 30 عيد و30 موسم. كان أهمها طبعا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسن والحسين، ومولد الإمام علي رضي الله عنه، ومولد السيدة فاطمة، ومولد الخليفة الحاضر، بالإضافة لبعض أعياد الأقباط وغيرها. وبالتالي أراد الفاطميون بهذا التقرب السياسي إلى الشعب المصري، وهم على مذهب غير المذهب السني الذي كان عليه المصريون. من هنا نستطيع التأكيد أن الاحتفالات بالأعياد والمواسم وخاصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مع الفاطميين على مستوى الشيعة، على المذهب الشيعي. أما في المذهب السني فقد بدأت أيضا معاصرة لهذا الحدث. فهناك زاهد عابد مفكر إسلامي كبير كان يسمى عمر الملا، كان مصادقا ومصاحبا وملازما للملك العادل نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. كان في نفس الفترة، لكن المصريين كانوا الفاطميين كانوا في مصر، والملك العادل نور الدين كان في منطقة الشام والعراق. عمر الملا أيضا أول من نظم احتفالا بالمولد النبوي الشريف وهو سني. ثم بعد ذلك بعد الفاطميين
أكمل، يعني جاء بقى السلطان صلاح الدين وقود دعائم الدولة الفاطمية، ثم أرسل من ناحيته إلى منطقة أربيل بالعراق حاكم يسمى مظفر الدين كوكوبري. هذا الحاكم، وكان بالمناسبة متزوج من أخت صلاح الدين، هذا الحاكم أيضا أقام احتفالا أو دأب على إقامة احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الاحتفال تقام فيه المأكولات والمشروبات، ويقرأ فيه القرآن، وتقرأ فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينشد المنشدون في المدائح النبوية الشريفة. إذا نستطيع التأكيد أنه على المستوى أو على المذهب الشيعي كانت الدولة الفاطمية هي أول من احتفلت بمولد النبي، وعلى المذهب السني كان عمر الملا، ومن بعده مظفر الدين كوكوبري التابع لصلاح الدين آنذاك. اختلف بعض الفقهاء والعلماء عن ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال في الأحداث القديمة ما كانش، وخاصة في الجزيرة العربية لم تكن المواليد تدون بشكل كافي، واختلفت السنوات الميلادية عن السنوات الهجرية وغيرها، ومن هنا جاء الاختلاف في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى كان بالضبط. لكن الثابت تاريخيا أنه كان في عام الفيل. هذا العام الذي جاء فيه أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة المشرفة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. فمن قائل أنه ولد في رجب، ومن قائل أنه ولد في رمضان، والراجح عند جمهور المؤرخين أنه ولد في ربيع الأول. أيضا اختلفوا في الشهر نفسه، فمنهم من قال أنه ولد في الثاني منه، ومنهم من قال أنه في الثامن، ومنهم من قال أنه في الثاني عشر أو في السابع عشر. ولا يزال الشيعة حتى اليوم يحتفلون في يوم السابع عشر من ربيع الأول من كل عام، إلا أنه الثابت أيضا عند جمهور المؤرخين أنه يوم الثاني عشر، أو المرجح أنه يوم الثاني عشر. أيضا هناك شيء آخر ثابت في هذا التاريخ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. 20 إبريل ده ميلادي. 20 إبريل سنة 572 ميلادية اللي هو عام الفيل، أو 12 ربيع الأول، نقدر نقول بقى سنة 53 قبل الهجرة. لو احنا متأكدين من الميلادي هنرجع، والسنة هنرجع بقى هيبقى 53 قبل الهجرة للبحث بقى. كان بيوافق قد ايه يوم ايه هجري؟ ما هو عشان ما كانش فيه تاريخ هجري، لأن تاريخ الهجرة بدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقدر بقى على غرار التاريخ الميلادي ان احنا بنقول 1 ميلادية و1 قبل الميلاد و300 قبل الميلاد وهكذا. نقدر نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وعنده 53 سنة. فنقدر نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع الأول، أو في ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة. المماليك لما كانوا بيحتفلون، طبعا المماليك مش هم زي ما كان بيقال ويشاع ان هم أول من بدأوا فكرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العصر الإسلامي، لكن كان ليهم احتفال خاص، وأول من أعطوا أجازة للشعب في هذا اليوم، وأصبح اليوم ده أجازة رسمي في الدولة المصرية. كلام حضرتك سليم وأحييك عليه. هي الفكرة كلها إيه؟ إن الفاطميين بدأوا بهذه الاحتفالات، ثم جاء السلطان صلاح الدين، وكان عهد السلطان أو عهد الدولة الأيوبية اللي هو حوالي 100 سنة كان كله حروب ضد الصليبيين، لأن الحملات الصليبية كانت في أشدها. فأراد السلطان صلاح الدين أن يوقف هذه الاحتفالات الرسمية، لأننا لازم نفرق بين احتفال رسمي بتقيمه الدولة وبين احتفال شعبي بيقيمه أفراد. وبالتالي ما اللي وقفه السلطان صلاح الدين هو الاحتفال الرسمي.
الاحتفال الرسمي هل اللي كان له شكل بيحتفل في مختلف القصور. الاحتفال الرسمي مثلا طبعا عكس الاحتفال الشعبي؟ طبعا الاحتفال الشعبي ده بيقيمه احد الافراد، احد الاسر او الميسوره، في المدينه او في المكان بشكل عام يعني. في مدينه او في قريه او الكلام ده كله، في احد الاسر الميسوره بيقيموا، هو ده دي صوره الاحتفال في بيقيم وقت المماليك؟ وليمه. ده شكل من اشكال الاحتفال. تمام. ده الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في عهد المماليك. تمام. اه ما انا اقول لحضرتك ده كان احتفال قوي الاشكال جدا. كانت ماشيه. طبعا مم. الحدث عظيم والحدث جلل، وهناك دواعي سياسيه وهناك دواعي اقتصاديه ودواعي ثقافيه. الحدث كان لازم يكون ليه الجلاله والعظمه والفخامه ديت. فالاحتفال الرسمي كان يقام في قصر الخليفه، او وله اكتر من شكل. الشكل الاول ان يتحرك الخليفه من قصره ومعه الأمراء والوزراء والأعيان في أحد الشوارع المرسومة، يعني مرسوم خط السير ليه، وفي هذه المنطقة التي يسير فيها بيلتف على جانبي الطريق الفقراء والمساكين والعساكر والجند، وبيغدق عليهم الكثير من المال والحلوى وغيرها، ثم يتبادلون التهاني ويعود إلى قصره مرة أخرى. في شكل تاني من أشكال الاحتفالات الرسمية أن قاضي القضاة يتحرك من مكانه أو من بيته باتجاه الجامع الأزهر، ثم في هذا التجوال أيضا توزع الحلوى وتغدق الأموال والدنانير وبعض المأكولات والمشروبات وغيرها، ثم يصل إلى الجامع الأزهر ومنه إلى قصر الخليفة ليسلم على الخليفة ويهنئه بهذا المولد الشريف، ثم يجلسون في قصر الخليفة لقراءة القرآن. الإمام المراغي والملك فاروق. ده الحديث بقى، ده هنجيله بقى. ده الحديث هنجيله فيما بعد. احنا لسه بعيد شوية. احنا لسه بعيد شوية. عندما جاء السلطان صلاح الدين بقى أبطل هذه المراسم. ليه بقى؟ أبطل هذه المراسم لأن السلطان صلاح الدين تفرغ. كانت بتقام برضو بنسبة تقرب من الشعب. ما أنا هقول لحضرتك، السلطان صلاح الدين لم يكن في حاجة إلى التقرب للشعب في هذه الفترة، لأنه بيحارب الصليبيين اللي هم أعداء الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وبالتالي كان الشعب كده شحذ الهمم لهذه المحاربة. ولكن في ملحوظة مهمة جدا، أن السلطان صلاح الدين أبطل الاحتفال الرسمي، ولكن الناس الشعب العامة والموجودين نزلوا في الشوارع واحتفلوا بالمولد النبوي في هذه الفترة. أيضا كان المصريين يعني يؤجلون زواج أبنائهم إلى فترة المولد، ودي عادة كانوا بيتخذوها من أيام الفاطميين. ده بقى احتفال ده كان إمتى؟ الصورة دي دي العصر الحديث برضو صح؟ يعني هو مش حديث قوي، هو ممكن يكون محمد علي أو 1920 مثلا. طيب ما فيش مشكلة، وعند حضرتك التاريخ يبقى كويس. دي القلعة اللي هناك، قلعة صلاح الدين. مظبوط تمام. يبقى احنا كده في العصر يعني شوية قربنا. ما هو الاحتفال من الأساس كان في القلعة. يعني خاصة في عهد المماليك كان بقى اللي هو هكمل لحضرتك. كان شكل الاحتفال ايه بقى؟ يعني المماليك كانوا بيحتفلوا ازاي؟ فكرة الولائم اللي كانت بتقدم وقتها، وقت مثلا الزيارات ما بين المماليك وما بين الأمراء، او ما كان يقدم للشعب. هل مثلا كانت في مثلا ولائم بتقدم مثلا للشعب او لفئة معينة مثلا من اصحاب المراكز في الدولة وقتها؟ عظيم جدا، عظيم جدا. كان الاحتفال في وقت المماليك، هو احنا ليه بنقول بقى المماليك هم من توسعوا في فكرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في عهد المماليك كانت قوضت دعائم الهجمتين الصليبية والتترية، وأصبح الأمراء المماليك يتباهون بكل واحد بقى، كل أمير بكثرة الناس اللي حواليه أو كثرة الخدام اللي معاه أو الكلام ده كله. فأصبحت مظاهر الاحتفال في عهد المماليك أقوى منها في عهد الفاطميين وفي عهد الأيوبيين. هل سؤال بس قبل ما حضرتك تكمل الجزئية دي، هل ده علشان الاحتفال وقتها كان قائم على مصالح شخصية أو مصالح اقتصادية أو مصالح سياسية مثلا، يعني ما بين الأمراء
وهو يعني في فكر الامراء، مش هنقول ما بين الامراء والشعب يعني، لكن كان في مصالح مثلا عند الامراء. تقدري تقولي ان كل الكولكشن ده مع بعض، كله كان كله مع بعض، مصالح اهداف سياسيه، سياسيه واهداف اقتصاديه وكذا لكن حاجه. ما كانش احتفال من اجل الاحتفال، لكن هو كان استغلال هذه المناسبه او الاحتفال بهذه المناسبه لاغراض شخصيه، عشان كده اختلف ما بين الفاطميين يعني وما مش بين في كل المماليك. الاوقات، ما المماليك أكيد مش برضو كل كانوا المماليك. بشر، فيهم ناس حكام زاهدين وفيهم حكام بيعملوا مصالح شخصيه، بس كل اللي حضرتك قلتيه كان مع بعضه من ضمن العوامل، من ضمن عوامل الاحتفال واهداف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. خلينا بس نأكد على فكره مهمه. المماليك اول من استخدموا مكان بقى للاحتفال، يعني المكان كان مكان اسمه الحوش. حضرتك لما بنى صلاح الدين القلعة اقتلع لها من هي القلعة على جبل المقطم، ففي مكان اخدوا الاحجار منه اللي هيبنوا بيها القلعة. المكان ده اصبح زي حفرة كبيرة كده على مساحة 4 فدادين، فمساحة كبيرة جدا، مساحة كبيرة جدا. سلطان محمد بن قلاوون احد السلاطين المماليك ومن السلاطين الاقوياء جاء بالأمراء المماليك وقال لهم كل واحد فيكم هيقدم 100 فرد من الخدم بتوعه أو من الفرسان بتوعه عشان الحوش ده نردمه، وده هيكون ليه غرض معين. الغرض ده هو إيه؟ جلب لهذا الحوش الكثير من البهائم والحيوانات والماعز والخراف والحاجات ديت، وأوقفها في هذا المكان للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في كل عام قبل الاحتفال يبدأ بقى من بداية ربيع الأول، تقدم بقى المأكولات والمشروبات والذبائح من هذا الحوش، وبجوار الحوش بجانب القلعة مباشرة، يعني الأكل يطلع للأمراء اللي في القلعة، والمأكولات والمشروبات أيضا توزع على المساكين المقربين من هذا المكان. طبعا طبيعة الأكل كمان كانت بتختلف أكيد يعني. والله حضرتك يعني كما جاء في المصادر أن الفاطميين اهتموا بالمأكولات والمشروبات بشكل كبير، وجلبوا أمهر الطباخين من نواحي مختلفة من بلاد العالم أو بلاد الدنيا في ذلك الوقت، حتى أن أحد الأمراء التركمان في منطقة ديار بكر عندما زار الخليفة الفاطمي وتذوق الطعام اللي بيطبخ في الخلافة الفاطمية، لما رجع لبلاده وبخ الطباخين بتوعه وبعت للخليفة الفاطمي ان هو يعني اتحفني بكم طباخ حلو كده من عندك. حضرتك على تفاصيل الاكل، لان احنا مثلا من الموروثات اللي موجوده، الموروثات الشعبيه اللي موجوده في حياتنا، ان كل مناسبه بيبقى ليها اكل معين، تمام، مع انه بيتاكل طول السنه عادي، تمام، بس المناسبه دي لازم يتعمل فيها اكل معين، سواء من الطيور او من اللحوم او من اصناف الخضار او من اصناف النشويات. دي كانت بتبقى ان شاء الله يكون صنف او صنفين حتى لو عند الملوك والامراء. فهل مثلا كان المناسبه دي او هذا الاحتفال بهذا اليوم العظيم كان مثلا مرتبط بنوعيه معينه من الطعام او انواع مختلفه معينه من الطعام، سواء لأصحاب الدولة أو وزراء الدولة أو رؤساء الدولة، ولا عامة الشعب، ولا كله كان مع بعض؟ بص حضرتك، طغت الحلوى على المشهد. الحلوى طغت على المشهد، وكانت تسمى في العهد الفاطمي العلاليق، وكانت تسمى أيضا حلوى، وكانت بأشكال وألوان مختلفة، وكان يجلب لها أو يدخر لها السكر والدقيق والجوز الهند وماء الورد وكل الحاجات دي، وما هو موجود في البلاد كان يتم استخدامه، وما ليس موجود كانوا بيبعتوا يجيبوه من بره في القوافل التجارية والحاجات دي. وبالتالي احنا كمان كشعب يعني دايما نقول ايه، عايز اكل حاجة حلوة. يعني فكرة طب حاجة حلوة ايه، يقول لك انا عايز اكل حاجة حلوة وخلاص. ففكرة الحلوى اصلا عندنا في مصر من زمان، يمكن من ايام الفراعنه. ده الحلوى دي قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا هو ده الاكل الحلوى؟ بص يا حضرتك، هو الفكره كلها في ايه؟
انت حضرتك قلتي ان الموسم ده بتاع ايه؟ هو الموسم ده طغت عليه الحلوى. لكن كان موجود طبعا الذبائح والطيور وغيرها وغيرها، كان موجود في تلك الفترة، لكن اللي طغى على المشهد هي الحلوى. ده كان في عصر المماليك. فاطميين وايوبيين ومماليك، اللي طغى على مشهد المولد النبوي الشريف هي فكرة الحلوى. استمرار الاحتفال بطقوس مشابهة انتهى عند عصر المماليك او انتهى عند عهد المماليك. يعني يمكن الفاطميين كانوا بيحتفلوا زي المماليك ما كانوا بيحتفلوا تقريبا، وبعد كده هل اتغير الاحتفال او شكل الاحتفال؟ يعني مش ولا حرفيا، لا هو استمر بعد المماليك. كان مين بقى بعد المماليك؟ وحتى النهارده، ما انا اقول لحضرتك، حتى النهارده هو الاشكال قريبه من بعضها، لكن ويعني ايه، خلينا اسرد لك الحكايه كلها من اولها لاخرها. بعد المماليك استولى العثمانيين على مصر 1517 ميلاديه، وطبعا مكث السلطان سليم الأول في مصر حوالي 8 شهور، وكان حاكم القاهرة في ذلك الوقت هو يونس باشا. استمر حتى سبتمبر 1517، هم طبعا دخلوا في يناير 1517. أبطل يونس باشا في هذا العام الاحتفال بالمولد النبوي عشان ما تحصلش تجمعات في القاهرة على الحكم العثماني المستجد آنذاك. ثم جاء من بعده خاير بك الذي كان له دور في دخول العثمانيين إلى مصر، وهذا الرجل الذي أسماه المصريين خاين بك، لأنه طبعا في زعمهم أدخل، وهو صحيح، أدخل احتلالا عثمانيا إلى مصر. أراد خاير بك أن يستميل المصريين أيضا إليه، ففي خلال ال5 سنوات اللي عاش فيهم في مصر من 1517 ل 1522 أعاد الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. ثم بعد خاير بك تأرجحت هذه الاحتفالات صعودا وهبوطا حسب الحاكم أو حسب الوالي، إلا أنه ظلت الاحتفالات الشعبية واحتفالات العامة والمأكولات والمشروبات وهي الحلوى ظلت ماشية معانا على طول الخط العثماني. دي طقوس الاحتفال، دي طقوس الاحتفال. بعد ذلك جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، وأراد أيضا نابليون فيما أراد أن يكمل الاحتفال. معقولة؟ هدف سياسي بقى. هدف سياسي. ونابليون وهو في البحر قال لهم أنا بحب نبيكم وكذا وكذا، واستعطف المصريين، والمنشورات جات للمصريين في ذلك الوقت. جاب مين بقى؟ جاب الشيخ البكري نقيب الأشراف. تمام كده. وقال له يا شيخنا أنت بتحتفل إزاي؟ قال له نحتفل يا فندم وبالطريقة الفلانية، واداله 300,000 عملة فرنسية في ذلك الوقت، مبلغ كبير للصرف على الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. من هذه اللحظة أصبحت نقابة الأشراف هي من تشرف على الهدف السياسي. كان بقاء فرنسا في مصر طبعا طبيعي. هو جاي يقيم امبراطورية بناء على رغبة الشعب ورضائه. ده كانوا بيتكلموا عن دي حملة الشرق اللي هتقيم امبراطورية في مصر. هم جايين مش عشان يمشوا. الأحداث بقى واستبسال الشعب المصري ده بقى حاجة تانية، هم اللي خرجوهم بقى. والحملة العثمانية اللي جت أو التركية اللي جاء معها محمد علي. بالظبط. من اللحظة دي أصبحت نقابة الأشراف هي المشرفة على الاحتفالات بالمولد النبوي والاحتفالات بالأعياد الدينية. ثم جاء محمد علي وعمل تكة بسيطة كده، برضو أصبحت نقابة الأشراف هي من تشرف على هذه الاحتفالات، لكن بدأت بقى يبقى في حاجة اللي احنا بنسميها النهاردة الفراشة أو الصواوين. أصبح هناك بقى في كل مكان في القاهرة وفي الأقاليم فراشة بتقام بشكل رسمي تابعة للدولة، بيجي فيها المنشدين. ده تعبيرا عن ان المكان ده مخصص للاحتفال. الله ينور على حضرتك. تمام كده. حضرتك بتتكلمي في اشكال الاحتفال او مظاهره. تمام كده. ظل الامر كذلك الى ان جاء السلطان فؤاد او الملك فؤاد. كان سلطان في الاول لغايه سنه 24 واصبح الملك فؤاد عندما اصبحت مصر مملكه. أسندت مهمة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لوزارة الأوقاف التي كانت أنشئت في ذلك الوقت. تمام كده. ظلت في عصر الملكية وزارة الأوقاف هي من تشرف رسميا. كل ده بنتكلم في الشكل الرسمي في الاحتفالات الرسمية. أما الاحتفالات الشعبية شغالة معانا على طول الخط.
طب انا ما وقفتش. برضو انا عايزه اتوقف عند النقطه دي بس. اتفضل. لان استمرار الاحتفالات الشعبيه مستحيل ان يستمر دون موافقه الرؤساء او الملوك وقتها. لا يا فندم، ده احنا مصريين، ده احيانا محدش يرضى علينا، احنا احيانا عارفين. غصب عن الحاكم. طب احنا معانا فاصل بس الشيخ ياسين التهامي، نروح نسمع اتفضل الفاصل يا فندم. ونرجع نكمل اتفضل. فقرتنا. فبحبي عشقي نعم للنبي، فبحبي عشقي نعم للنبي، فبحبي عشق للنبي وآله ارحم ضعيف القوم والمغلوب، فبحق عشق للنبي وآله ارحم ضعيف القوم والمغلوب، أصرف بحبك كل ما قد همنا، أصرف بحبك كل ما قد همنا، أصرف بحبك كل ما قد همنا، وارمي ضمائرنا يا رجاء يا حبيبي، أصرف بحبك كل ما قد همنا، أصرف بحبك كل ما قد همنا، وارمي ضمائرنا وارمي ضمائرنا، نعم يراك مجيب، واروي ضمائرنا نعم يراك مجيب، إن لم تجود ولو ببعض، إن لم تجود ولو ببعض، محبة إن لم تجود ولو ببعض، محبة إن لم تجود ولو ببعض، محبة إن كان عمرنا فيه بعض بقية، إن كان عمرنا فيه بعض بقية، فاجعلها في طهر وليس عيوب، إن كان عمرنا فيه بعض بقية، فاجعلها في طهر وليس عيوب. اللهم صل وسلم وبارك الله على عليه سيدنا محمد. يعني حتى الأناشيد اللي بتتقال من الشيوخ يعني والصوفيين، من الأناشيد الجميلة اللي نحب نسمعها على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نكمل بقى سرد الحدوثة. نكمل يا فندم. اللي حصل ان في اوقات ما بتتوقف الاحتفالات الرسمية احنا توقفنا لحد الملك فؤاد لأسباب سياسية. بيظل الموروث الشعبي والثقافي يحتفل خارج بشكل الاحتفالات. أو بآخر. هو بيعمل حساب للحكومة وكل حاجة، لكن بيظل يحتفل
بشكل أو بآخر حتى ولو سرا يظل يحتفل، وتظل مصانع الحلوى شغالة وتظل الأمور ماشية، لأن هذا حدث ليس بالسهل ولا البسيط على المسلم أن يعديه بسهولة كده. وبالتالي الدولة لها حساباتها، والعامة محترمين الدولة وكل حاجة، إنما ليهم حسابات أخرى. أنا متماشي معاك، مش هعمل شغب ومش هعمل مشكلة، لكن هيحتفل. فوصلنا إلى ما بعد في عهد المملكة المصرية أصبحت وزارة الأوقاف هي من تنظم الاحتفالات بالمولد النبوي في كل عام. ثم كانت الاحتفالات بعد الإذاعة المصرية تبث عبر أثير الإذاعة إلى أن جاءت ثورة يوليو الجمهورية الأولى، وتابعت أيضا وزارة الأوقاف تنظيمها لهذه الاحتفالات الرسمية، وكان الرؤساء المتعاقبين على مصر حتى يومنا هذا. أحيانا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر الاحتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أحيانا ينوب عنه حد معين، ويحضرها كبار رجال الدين في مصر، وهم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وشيخ الأزهر وغيرهم من علماء الأزهر وعلماء المشيخة وعلماء وزارة الأوقاف حتى يومنا هذا. اختلف الاحتفال أو استمرار الاحتفال حين أشرفت وزارة الأوقاف على هذا الاحتفال أو الاحتفالات الدينية الرسمية بشكل عام؟ هي الفكرة ان هي اصبحت تنظيمية اكثر. ايوه، تحت اشرافها يعني. ما هو من ايام محمد علي هي ايضا تحت اشراف الدولة، ومن ايام الفاطميين هي تحت اشراف الدولة. لكن الجهة اللي بتشرف عليها اختلفت من وقت للتاني. قلنا ان الفاطميين كان عندهم شكلين، اما ان الخليفة نفسه بيخرج في الموكب بتاعه، أو قاضي القضاة بيخرج بموكب يصل به إلى قصر الخليفة. في عهد السلاطين المماليك أيضا كان السلطان يتبارى، أو السلاطين يتبارى. نهج البردة بتاع أحمد شوقي هنجيله. السلاطين المماليك يتباروا في التقرب إلى الشعب بهذه الاحتفالات، فكان السلطان أو الأمير ينظم هذا الاحتفال. ووجد في عهد المماليك احتفالات لها شكل معين كده، إن لو واحد عنده فلوس عند بعض الناس من الأعيان بينظم الاحتفال وبيقوم عليه عشان الناس تجيله وترجع له الدنانير بتاعه. ده هدف من أهداف الاحتفالات. وطبعا الهدف الأسمى واللي موجود عند كتير من الناس وخاصة المصريين حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاحتفال بقراءة سيرته وقراءة سنته الشريفة. لكن وجد احتفالات لها أهداف أخرى. بيختلف الاحتفال من مكان لمكان في نفس الدولة. يعني احنا مثلا في مصر عندنا كان الاحتفال بيختلف ما بين القاهريين أو الريفيين أو جنوب الصعيد أو في محافظات الصعيد. ما زال بعض المحافظات بتحتفل بشكل خاص طبيعي بالمولد النبوي الشريف، طبيعي. وإقامة السرادق والرقص والحصان، ويعني ليهم طقوس معينة مستمرة. كلام حضرتك سليم. طبعا احنا عندنا في القاهرة اختلفت شوية. القاهرة طبعا عاصمة، يمكن طبعا لها شكل خاص بيوجد فيها عنصر أجنبي وعنصر مصري وغير ذلك لأنها العاصمة. واسكندرية كذلك بيوجد فيها عناصر أجنبية وهكذا، وبالتالي بتتداخل وبيوجد بها بقى ناس من الشام وناس من أماكن مختلفة، وبالتالي بتتداخل الثقافات وبتأثر تأثير مباشر على كيفية الاحتفال. لكن عندنا النوبة تعتبر الشكل مختلف من أشكال حتى في احتفالات الزواج. يعني لهم عاداتهم وتقاليدهم، واللي بيدرسها طبعا علماء الأنثروبولوجيا والفولكلور بيقولوا ان عادات وجنوب سيناء وشمال سيناء. طبعا كنت لسه هتكلم مع حضرتك ان عادات الجنوب تختلف عن عادات الشمال. عادات النوبة تختلف أيضا عن عادات الجنوب. قبائل سيناء وقبائل مطروح تختلف عن عادات الشمال والجنوب وعادات القاهرة ومظاهر وطقوس الاحتفال. فكلام حضرتك مظبوط.
بتختلف وما زالت مستمرة في الاحتفال بنفس الشكل. مستمرة يعني من الحفاظ على التراث المصري والاحتفالات الدينية التراثية بالشكل الجميل ده. طيب خلينا بقى نكمل، يعني ايه اللي اختلف دلوقتي في احتفالنا بالمولد النبوي الشريف عن زمان؟ هل الشعب نفسه هو احتفاله، طريقة احتفاله اختلفت؟ هل الظروف السياسية اللي مرت بيها البلاد على فترات طويلة، على من وقت ثورة 52 زي ما حضرتك قلت، تمام، هل اختلف عن ما قبل 52؟ يعني خلينا بقى نكمل السرد. بطبيعة الحال أولا نسبة التعليم اختلفت ما بعد الثورة عما قبل الثورة. أو خليني أسأل سؤال بشكل تاني أوضح، يعني هل اختلف الاحتفال وقت ما كانت جمهورية ولا ملكية؟ يعني أنهي كان أقوى؟ هو مين المحتفل؟ الشعب. مالناش دعوه بالجمهوريه ولا الملكيه. طب لكن حضرتك قلت تحت رعايه، هنقول كل اللي حضرتك تحت سياده الملوك او الرؤساء. خلينا نتكلم في الاحتفال اللي هو العام الاول قبل الاحتفال الرسمي. طبعا بزياده نسبه التعليم اختلفت مظاهر الاحتفال عن بالمولد النبوي وبالمواسم الدينية، وحتى الاحتفالات بالزواج وغيره اختلفت عن النهاردة. كذلك ثورة التكنولوجيا الحديثة قلصت إلى حد ما فكرة الاحتفال، وأصبحت الاحتفال لا يعني الشباب الصغير قوي، لكن يعني الكبار في السن. وما يعني الشباب الصغير ان الوالد او الوالده جابوا الحلوى، فدي حلوى المولد النبوي الشريف. يعني اتمنى ان تساهم الدوله في اعاده مثل هذه الطقوس عشان نقدر يعني نعرف الطفل الصغير أهمية هذا الحدث بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بتكلم فيه على فكرة وناخد الفقرة. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل الفقرة. اتفضلي. عليه للنبوة خاتم الله من الله مشهود يليق ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخامس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام، فالله نحمد.
زي ما شفنا الفاصل ده كان الشيخ محمد الهلباوي رحمة الله عليه بينشد بأشعار حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. زي ما قلنا انه لما بنسمع الاناشيد الدينية اللي خاصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد ايه بقى فيها جمال وروعة وروح مختلفة كده وأجواء جميلة بنعيشها بيعيش كل مستمعيها. عايزين نتكلم عن هذا الاحتفال تحديدا في السينما والدراما، كيف جسدته السينما والدراما، خصوصا احنا كنا بنشوف بعض الفواصل في الفقرة الأولى عن أعمال سينمائية كانت بتحتفل بالمولد النبوي الشريف. عظيم جدا. طبعا السينما والأدب بشعره ونثره كانوا متابعين لهذا الحدث الجليل العظيم المهم في تاريخ البشرية. ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنشد حسان بن ثابت زي ما حضرتك ذكرتي، وأنشد البحتري وأبو العتاهية وأبو تمام والمتنبي وغيرهم إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث. وأمير الشعراء أحمد شوقي لم يترك لأحد من بعده كلاما حين أشعر نهج البردة وولد الهدى فالكائنات ضياء، وأيضا هذه الأشعار. وأحمد رامي أيضا قال أشعارا في النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهتعجبي حضرتك أو هيتعجب المشاهد الكريم لو قلنا إن أحد المسيحيين أو النصارى من لبنان واسمه مارك شماس أو جاك شماس أنشد أيضا أشعارا كثيرة جمعت في كتاب في حب ومدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل وكان الذين سألوه يعني عايزين يقولوا له انت بتعمل اشعار عشان تتربح مال، يعني تبيع الديوان ده او كده وتتربح مال. فالراجل اتكلم على انا نظرت في سيرة النبي فوجدتها سيرة عطرة، فقد غير هذا الرجل مقادير العالم وغير في سياساته وفي أخلاقه وفي غيرها. وبالتالي هذه الأناشيد أو هذه الأشعار نابعة من داخلي وليست للتربح أو للتكسب. أيضا غنت السيدة أم كلثوم ولد الهدى، وهي أغنية عظيمة أو أنشودة عظيمة، يعني حضرتك تسمعيها كده تبقي في عالم آخر. كذلك شادية ووائل جسار وتامر حسني يعني كله غنى في مديح النبي، بالإضافة إلى المغنيين الشعبيين زي الشيخ ياسين التهامي والشيخ أحمد مجاهد وشاعر الربابة وغيرهم. وكان من ضمن الاحتفالات بالمولد النبوي لما قلت لحضرتك ان من اول محمد علي اصبحت تقام السرادقات بقى والكلام ده كله، دخل شاعر الربابة في هذه الاحتفالات بعد بقى الآلات الموسيقية ما انتشرت والكلام ده كله. أصبحوا بينشدوا سير النبي صلى الله عليه وسلم في نظم. عندما يسمعه المحتفل أو يسمعه المار تجذب هذه الاحتفالات، تجذب الناس. طيب احنا معانا فاصل قصيدة من أشعار الإمام محمد ماضي أبو العزايم من غناء الفنان الراحل أحمد الحجار. تمام. نسمعها ونرجع نكمل فقرة. على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحا. على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا. على قدري أصوغ لك المديحة ومدحك
صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا. وداوي بالوصال فتى معنن يروم القرب منك ليستريحا. وداوي بالوصال فتى معنن يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. وداوي بالوصال فتى معنن يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا على قدري. رجعنا مشاهدينا مرة تانية. دكتور مصطفى، أخيرا هل في دول تانية بتحتفل بالمولد النبوي الشريف زي مصر؟ ده سؤال عظيم كنت متوقعه من الأول. لا أحب أختم أنا كنا عايزين نتكلم فيه كتير بس بقى عشان وقت البرنامج ما يسمحش. مصر لها خصوصيتها في الاحتفالات. مصر أكبر دولة فيها أحبة لآل البيت وأحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مصر من أيام الفراعنة مزجت هذه الاحتفالات، يعني مزجت الاحتفالات بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام بالتراث المصري القديم. فيقال أن عروسة المولد وحصان المولد جايين أصلا من عهد الفراعنة. طبعا العروسة من بدري قوي كان الفلاح المصري القديم بيحشو لطفله أو لطفلته عروسة من القماش وبيديها لها عشان تسكت، يعني ما تعيطش كتير، ما تصرخش كتير في المنزل، كنوع من حاجة تهديها يعني. ثم لم تعرف مصر الحصان إلا بعد غزو الهكسوس له. فبعد غزو الهكسوس عرفت مصر الحصان وبدأوا يتحدثون بقى عن الفارس اللي راكب الحصان وهكذا، إلى أن وبدأوا برضو يعمل حصان لابنه الصغير كده ويهديه بيه عشان يسكته أو يهدهدوا بيه. وظل هذا إلى أن أصبحت بقى حصان المولد وعروسة المولد. لكن في دول تانية بتحتفل، هقول لحضرتك. وحاليا مثلا على سبيل المثال احنا عندنا الوطن العربي 22 دولة والعالم الإسلامي ما شاء الله دول كتير. ال 22 دولة في الوطن العربي فيهم 13 دولة بس اللي بتدي أجازة للمولد النبوي الشريف وبتحتفل بيه بأشكال مختلفة ليست كمصر. مصر هي الأساس في هذه الاحتفالات. مثلا السعودية ما بتديش أجازة في المولد النبوي الشريف ولا عندها مظاهر الاحتفال اللي احنا بنحتفل بيها. قطر كذلك. ودول أخرى لا تحتفل بها بالمولد النبوي الشريف. مصر لها خصوصيتها في كل شيء. مصر علمت العالم. ده ما نقدر نختم بيه يعني. دكتور مصطفى يونس الباحث في التاريخ، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده من تراثنا، واسمحوا لي قبل ما اختم الحلقه باننا
زميلنا معد برنامج تراثنا أحمد راضي في وفاة والدته، يتغمدها الله برحمته والبقاء لله. وبشكر فريق العمل اللي معانا، بنشكر زميلتنا ريهام رجب اللي قامت بإعداد الحلقة النهارده، بشكر المخرج علاء منصور. كان معكم مروة عبد العليم، وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من تراثنا. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل.